يعني ايه syllables في الانجليش؟ syllables يعني مقاطع. يعني ايه مقاطع في الانجليش؟ وايه اهميتها في نطق الانجليش؟ المقاطع مهمة جدا 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 عشان ننطق انجليش صح. ازاي؟ مقطع يعني زي ايه؟ مقطع بالانجليش معناه syllable طبعا. يعني ايه مقطع او syllable ده معناه ايه؟ مثلا كلمة مثلا زي كلمة انجليش مثلا، اسم اللغة نفسه اللي هو انجليش. انجليش كم مقطع؟ انجليش انجليش two syllables. الكلمة هنا two syllables. كلمة انجليش two syllables، مقطعين. ايه اهمية المقطع في اللغة الانجليزية؟ عشان ننطق الكلمة صح لازم نفهم موضوع السيلابلز، عشان البرونسيشن بتاعنا يبقى صح، عشان النطق يبقى سليم لازم نفهم فكرة السيلابلز قوي. syllables يعني زي كلمة English English، زي كلمة window window. لازم نفهم السيلابلز عشان النطق بتاعنا يبقى صح. ليه؟ لأن في الإنجليش الكلمة قد تكون مقطع أو اتنين أو تلاتة أو أربعة، وفي بعض الكلمات خمس مقاطع. في الإنجليش بيبقى فيه ستريس على مقطع معين في اللغة، فعشان ننطق صح لازم نفهم الفكرة دي by practicing. فالأول بنفهم يعني إيه الأول syllables أو مقاطع، وبعد كده عشان نقدر نعرف هننطق الكلمة إزاي بالنطق السليم بالإنجليش. بس الأول بنفهم يعني إيه syllable، يعني مقطع زي كلمة English. Step by step we're going to ignite it and good luck.